تضحية كبيرة طبعا. وجامي ولات للور، تروح غير القدام، جامي يعني با ديكوراجي. ميم يكون عندها هذه بروبليم ولا تكون مريضة ولا تكون ديما تروح القدام، ما تخافش، تقول لك انا عندي ربي نروح ديما القدام. هذه اللي تعجبني انايا، تعطيك كوراج. انه لو كان ربما تراجعت وبقات في بلادها وما وصلتش اللي وصلت لي، ربما كانت ندمت تقول علاش ما جربتش. الانسان اللي دائما يبقى متحير، نروح ما نروحش، نتقدم توخر خطوه. كاين اللي يندم يقول لك وعلاش رحت بقيت لي خير، واللي يقعد اللي يقول لك وعلاش ما رحتش كون رحت خير. وهذه كل طبيعة الإنسان، أقدار ربي مقدرها البشر، كل واحد واش مقدر له ربي حياته اللي يمشيها. ف شريفة طبعا ربي دارها باش تولي فنانة، وكانت علامة مميزة في تاريخ الفن القبائلي. يعني كاين قامات فنية في الأغنية القبائلية، هي واحدة منهم، يعني لأنها كانت متميزة بأسلوب معين وشخصية معينة وإحساس خاص في أدائها للأغنية القبائلية. كانت متميزة بالفرقة هذه تاع تبعت الخلاف نساء، وغير إيقاعات، يعني كانت أغانيها اللي بالموسيقى قليلة، يعني ماهيش بالموسيقى، جونر كما قلت لك، أسلوب تميزت به على باقي الفنانات. وهذا اللي ما يعتمدش على الآلات الموسيقية، لازم يعتمد على خامة صوته، لازم تكون خامة صوته قوية يقدر يعوض بها الآلات الموسيقية اللي ما كانش. هذا يعني جهد يتطلب جهد كبير من الفنان، ما يغني بدون آلات. كانت افون كانت بلا كاع ميكرو، ما كانش كاع ميكرو اللي تخدم هكذاك بلا ميكرو، في عرس ولا في كشك كان ما كانش ميكرو كامل، تخدم هكذا تسمع الناس يهضروا. كانت مركزة على صوتها لأنه صوتها قوي وجميل، فكانت تأدي به، معتمدة على الإيقاع باش يحكم لها الميزان فقط. سمى الإيقاع وسيلة أنها باش تكون الأغنية موزونة، وفي نفس الوقت الإيقاع يدير جو، يعني حتى مثلا في عرس مثلا لازم يكون إيقاع باش ولازم إيقاع ثاني باش تتميز باللي هذه أغنية قبائلية، ماشي مهرجانية، ماشي عاصمية، طبعا ماشي صحراوية، طبعا حتى يكون فيه الاختلاف.
ولكنها كانت معتمدة على مساحات صوتها. الآلات الموسيقية كانت موجودة في صوتها، ولكن كما قلت أنا ما نفهمش في الأمور هذه الفنية. الإيقاع كانت حتى باش توزن به تحكم به الميزان، وكان الكلام شباب ثاني، ما الكلام يزيد، وكان كاين غير صدق طب البرك وما كانش الكلام ماشي مليح، ما كانش اختار مواضيع وعندها مواضيع شابين بزاف اللي فيهم معنى الغربة. شوفي إلا غنات تاع الغربة عندها كلام شباب، إلا غنات تاع المحنة كلام شباب، إلا غنات على الدين كلام شباب، إلا غنات على الجزائر كلام شباب. صرت كلامها تقولي مخيط وعندك كيما تكون تغني ولا غير لحمك يشوك على المحنة، على الميزيرية، على اليتيم تغني عليا. هذه كما برك الفكرة هذه أكبر الفنانين في تاريخ الغناء اللي كانوا يركزوا على إيصال المعنى والكلمة أو مستوى الكلمة. كانوا تلقاهم ما يعتمدوش على الموسيقى أكثر، يعتمدوا على الكلمة أكثر، الكلمة والصوت، لأنه حاب يوصل رسالة. والرسالة هذه تكون فرقة كبيرة ويوقع هذاك شبه الفوضى، خصوصا إذا ما كانش توزيع يعني كامل يعزفوا في نفس الوقت، وإيقاع كثير راح يضيع المستمع يتوه. فكان يحب يسمع الآلة الفلانية ويحب يسمع الآلة الفلانية، يحب يسمع الإيقاع كما قلت صدعيه. فالفنان اللي يحب يوصل رسالة من خلال الكلمات ينقص في عدد الموسيقيين أو في عدد الآلات، ويركز على الكلام، يركز على الكلام لأنه كلام قوي وعنده معنى حب يوصلها. آخر غنية لنهار اليوم وراجعين. إذا سيفني بقبو وإذا يدورني دقو بالناكويت خزار خناك كتنوشين سفر بقى خريق يعني قروش تقل المحايد.
14 مارس 2014 غادرتنا شريفة، ولكنها خلت أثرها في عند معجبيها وعند محبيها والفنانين اللي عشقوها وعشقوا صوتها وأغانيها. ربي يرحمها. وإحنا نشكرو كثير الفنانة ظريفة اللي كنتي معنا، وربي إن شاء الله يوفقك يسلمك من الفن يا ربي إن شاء الله. وانت كي جيتينا بالزي تقليدي اللي نفتخروا دائما به. الله الله يسلمك تعيشي. أنا أتمنى فقط ظريفة أنها تواصل على نفس النهج وتغني الأغنية اللي قلت لها عليها. ونصحك تغني الأغنية تاعها ولا نغني كي حبيتيها من قلبك. حبيت هذه الأغنية، حسيت بها بزاف. نتمنى لك إن شاء الله نفس النجاح اللي حققته إن شاء الله يا ربي، ونفس الشهرة وأكثر، ونفس الكوراج تاعها، نفس ونفس القوة والقلب البيض تاعها. لا لا حتى انت ما عندنا ما نقولوا فيك ظريفة وظريف وقلبك ابيض، ونتمنى لك ان شاء الله كل توفيق. يسلمك تعيش الله ينور ويسجيك. وان شاء الله البورتابل اللي قديم يصوني. ما غلقتي تليفون. احنا مشاهدينا انا وياك فؤاد نتلاقاو بمشاهدينا ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. الى اللقاء.